صباح الخير عليكم يا حبايبي او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. النهارده المحتوى بتاعي حلو قوي قوي. طريقة الفراخ بس بطريقة مش تقليدية، طريقة جديدة وحلوة قوي. انا هنا بشرب بصلاية حلوة كده مع طماطمايه مع قرن فلفل، كلهم مضروبين في الكبة. عايزة تبشري بشوري، بس انا ضربة عشان الفلفل ضربهم في الكبة. تمام. حطيت عليهم ايه؟ حطيت عليهم شوية ملح، شوية فلفل، شوية 7 بهارات، وتبلت الخلطة الجبارة بتاعتي دي. الفراخ طبعا كنت عاملاها في المحلول بتاعها، كانت شمعة وزي الفل. المحلول انا بحط دقيق، ليمون، خل، ملح، وبحطها في شوية مية حوالي ساعة ساعتين زي ما انت عايزة. بتغسليها كويس كده يا قمر، وبعد كده بتحطي فيها الخلطة الجبارة دي. عايزة اقولكوا بتنقل الفرخة في حتة تانية خالص، والشوربة بتاعتك بتخليها لك تقيلة وقوامها تحفة، غير طبعا الطعم البهارات اللي فيها. انا لازم اتبل الفرخة بتاعتي كويس قوي، الرقبة بقى وبحط ايدي كده جوه الجلد، افتح واحط بصوابعي بس بالراحه عشان ما يتقطعش. والحاجه بقى اللي احطها في الشوربه، انا حاطه الميه تغلي طبعا على النار، بحط قرن فلفل بس مش بفتحه عشان ما يخليش الشوربه بتاعتك حاميه. اقفليه، بينكه الشوربه وبيديها طعم حلو قوي. بتحطي طبعا بصل، بحط حبهان، بحط ورق لورا، وبحط فصين توم بقطعهم كده شرايح. تمام. ومش هحط طبعا طماطم لان انا حاطه اوريدي طماطم في الخلطه اللي انا عاملاها للفراخ. هنا الميه بتاعتي كانت بتغلي. تمام. هبتدي بقى انزل بالحاجات بتاعتي دي كلها، الورق اللورا والحبهان. عايزه اقولك حتى الكبده والقنصه بتاعتها انا تبلتها بالتتبيله دي، وبقيه التتبيله اللي عندي نزلتها في الشوربه. والله والله انتي جربيها بالطريقه دي، هتلاقي الشوربه طعمها اختلف تماما، وهتبقى حلوه قوي قوي قوي، والتقل بتاعها كان فظيع. تمام. فين يا حبايبي التعليقات بتاعتكم الحلوة؟ وفين الاشتراكات؟ فرحوني كده باشتراك منك حلو او كومنت حلو، فرحيني بيه. هنا طبعا زي ما بصوا منظر الشوربة قبل حتى ما الفراخ تندمج فيها، بصوا عاملة ازاي. عايزة اقول لكم عطتني قوام حلو قوي قوي قوي. انا بحب دايما اعمل الفراخ بتاعتي اسلقها وبعد كده احمرها طبعا، بس بحب اسلقها كده. هنا كانت بصي يعني ابتدت تغلي مع الفرخة، بصي لون الشوربة ابتدى يتقل ازاي وبقى لونه عامل ازاي. حدث رز بقى، اعمل صينيه رز معمر حلوه كده. بعملها حلوه قوي. بجيب الصينيه وبقيس بايدي، هو الرز تحطيه على قد عقله بالظبط عشان ما يفرش منك في الفرن. كنت مسيحه شويه زبده على حبه زيت حطيتهم، شويه ملح. طبعا اساسي اساسي معاكي وش اللبن. وش اللبن انا هحط جزء اقلبه مع المكونات وهسيب جزء على الوش. وطبعا اللبن بتاعك انا بحط كيلو لبن، وبستخدم فيه على فكره لبن بقري. اللبن البقري بيبقى حلو قوي قوي في الرز المعمر ده. وطبعا لازم تزودي، لازم اساسي تزودي شويه ميه وما تجيبيش للاخر. بصوا عايزه اقول لكم الماده الدسمه اللي فيه ما شاء الله طالعه على الوش ازاي. هو رز معمر يعني دسامه بقى وسمنه وكلام من ده. بحط طبعا بقيه الوش اللبن كده على الوش عشان يحمر لي الوش ده، وهيخليهولي زي العسل. وعلى الفرن هنا بقى اللهم بارك، كانت الحاجه بتاعتي خلصت وحمرت الفرخه في الفرن. بصوا الجمال، بص الرز مفلفل وطعمه كان حكايه، طعمه حقيقي كان جبار. بصي ولا معجن ولا حاجه، ولا حد القعر تحت بجيبهولك مش لازق في الصينيه ولا حاجه، مع انها دي ألمونيا عادي جدا. تمام. الفرخه هنا ما كانتش مستحمله، كانت دايبه دوب. وانا حمرتها، حطيت لها حته سمنه وعليها وش اللبن، وحمرتها في الفرن. بصوا كانت استوت وبقت زي العسل. بصوا بقى القوام بتاع الشوربه كان تحفه. جربي يا قمر بقى الوصفه دي وقولي لي رايكم فيها ايه في التعليقات. لو وصلتي لحد هنا متنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه.